يا صباح السعادة والأسعار الزيادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع حنان اللولو، والنهارده جايه لكم بطريقة عمل الفطير المشلتت. يلا نشوف هنعمله ازاي وطريقتي في الفطير المشلتت على أصول الصعيد. نسمي بسم الله ونجهز معانا أي كمية دقيق احنا حابين نعملها. النهارده أنا هستخدم 5 كيلو دقيق. انتي بقى حابة تزودي براحتك، حابة تقللي براحتك. مقادير الفطير سهلة جدا وبسيطة، هو كل ما عليكي الدقيق والمية ومعلقة ملح. انا بقى الاضافة بتاعتي بضيف السكر، في ناس بتضيفه وناس لا، لكن انا بفضل ان انت تضيفيه لان بيفرق جدا في الطعم. بيبقى كده حاجة ناعمة جدا معاكي وجميلة، ما تخافيش ان هو مش هيتكسر منك ولا حاجة طالما انت تمشي على المقادير الصح والمظبوطة. والتريكات اللي احنا هنقولك عليها في الفيديو ما تقلقيش من اي حاجة. انا هستخدم النهارده زبده، انت طبعا لو هتستخدمي سمنه مفيش اي مشاكل. انا بقى هستخدم الزبده دي كانت موجوده عندي، انت بقى اي زبده حابه تضيفيها، دي زبده فرن عادي. وانا هضيف عليها زيت. تمام. لو انت هتضيفي الزبده لوحدها، ممكن تحطي عليها حبه من السمنه. حاولي ان انت تحطي بين اي سمنه او اي ماده دهنيه هتضيفيها تمزجيها باي خليط تاني. تمام يا ست الكل. تمام كده. هجيب بقى الدقيق، حشت منهم حوالي كيلو الا ربع كده، علشان هنفرد بيه، مع ان مش هحتاجهم ولا حاجه، بس هقول لكم ليه. لاني هقطع العجين ده واريحه على الدقيق اللي انا شلته لوحده. ضفت بقى معلقه الملح، هنا ضفت معلقه ونص كبار كده على ال5 كيلو الدقيق بتوعي. جبت بقى ال5 كيلو الدقيق بتوعي، هضيف عليهم قولي 300 جرام سكر، يعني ممكن تكون مج ونص كده. هحط عليهم ميه وانزل عليهم بعد ما ادوبهم، هنزلهم على الدقيق. الدقيق طبعا لازم يكون منخول كويس جدا يا ست الكل. والدقيق بتاعك لازم يكون درجة تانية علشان ما يكونش فيه عرق كده ويرتاح معاكي ويفرد معاكي العجينة على طول. لان انا النهاردة مش هفرده بنشابة، لا هفرده زي ما شفت في بداية الفيديو على ايديا، سهل جدا وبسيط. بس كل ما عليك ان انت تخلي العجينة طرية شوية، ما تكونش ناشفة زي عجينة الرقاق مثلا. تمام يا ست الكل. عايزه بقى افكرك ان انت تعملي لي لايك وتعليق حلو منك كده يحفزني. بنبدا نعجن العجينه بتاعتنا بميه عاديه جدا من الحنفيه، لا دافيه ولا سخنه ولا بارده ولا متلجه، لا ميه من الحنفيه زي ما هي كده، ميه فتره. تمام يا ست الكل. تمام كده. جهزت الزبده بتاعتي طبعا، سيحتها وضفت عليها الزيت. استخدمت قد ايه زبده؟ استخدمت كيلو ونص زبده وحطيت عليهم نص ازاز الزيت، طبعا ده زاد مني. عملوا معايا كام قرص؟ عملوا معايا 15 قرص. القراص كبيرة وجميلة وكل حاجة. بعد ما عجنت العجينة بتاعته، وعايزة اقولك ان انتي تعجنيها فوق ال10 دقايق، كل ما بتعجنيها كويس بتكون معاكي كويسة جدا. تمام يا ست الكل. بقطعها بقى كور وبفردها على الدقيق اللي انا شلتهم لوحدهم بالشكل ده. هسيبهم بقى هنا يريحوا 10 دقايق، وانت عقبال ما تخلصي الكمية الكبيرة اللي انت عاملاها تكون ال10 دقايق عدوا في 20 كمان. هنسيبهم بقى ترتاح ونبدأ نفرد على الطبلية بتاعتنا الجميلة دي. انا بقى بفردها بايدي كده بالراحه، وبعد كده بروح ممشيها بسرعه كده على ايدي، هوبا يمين هوبا شمال، بتلاقيها اتفردت معاكي طالما العجينه مرتاحه وزي الفل. بص العجينه طريه وجميله وحاجه كده زي الملبن. بتفرديها بقى على الطبليه لحد ما تملي بيها الطبليه كلها. عايزه اقول لكم ان الطبليه دي كبيره، بس مش عارفه كانت باينه ليه هنا في الكاميرا ان هي صغيره، لكن دي طبليه كبيره. فبدليل ان انا العجينه كانت مفروده على ايدي كلها. تفضلي بقى تدهني بالماده الدهنيه، وعايزه اقول لك الماده الدهنيه ما تكتريش، هو بس انت لو هتعمليه بفرشه يبقى تدينيها بفرشه كلها كده، هتبقى جميله معاكي وتمام وزي الفل. طبعا اللي بيبقى متحكم في العجينه وعمل الفطير بالطريقه دي اكتر من مره، فبيكون خلاص ان هو اتعود على الحركات دي وان هو يعملها بسرعه. والماده الدهنيه بيقدر يظبطها من كل قرص للتاني. خلاص كده بنطبقها بالطريقه دي اللي انتوا شفتوها، وهعملها معاكم اكتر من مره في الفيديو علشان تثبت عندكم الفكره. ده القرص التاني ونسمي بسم الله برضو. وزي ما انتوا شايفين جبت بعد، هو طبعا مرتاح جدا، حبة دقيق على الطبلية، فردته بايدي كده زي ما انتوا شايفين، طبطبت عليه بالراحة كده علشان يتفرد معايا حبة، علشان لما ارفعه على ايدي اعرف ان انا استخدمه. هنا بقول لكم تقدروا تفردوه بالنشابة، بس انا مطرية العجينة لان عارفة ان انا هعمله بايدي مش بالنشابة، اسهل عليا واسرع. وبصراحة انجزت بسرعة جدا، في ساعتين عملت 15 قرص فطير. تمام يا ست الكل. هما كانوا 2 صغيرين و13، فأنا باحسبهم 13 قرص فطيرة على طول، ما باقولش 15. تمام كده.
هفرده بقى على الطبلية زي ما انتوا شايفين كده لحد ما املى بيه الطبلية كلها، وتكون العجينة بتاعتي رقت جدا وعملت كده زي الورقة، بتكون شفت ومبينة كمان الخشب بتاع الطبلية. وهبدأ بقى طبعا هنا الطريقة دي حلوة جدا ليه غير النشابة، علشان ما بيكونش فيه دقيق كتير. لما بتكوني بتفردي بالنشابة بتكوني خايفة النشابة تلزق في العجينة فبتضيفي دقيق كتير وده بيطلع تقيل منك. لكن طريقة الفطير دي حلوة جدا ليه علشان بتكون خفيفة وما فيهاش دقيق كتير، وبتكوني انجزتي وعملتيها بسرعة كمان وما خدش منك وقت خالص. يعني انت هتلاحظوا دلوقتي ان انا ما كملتش حاجة، غير ان احنا مسرعين الفيديو حاجة بسيطة، يعني ما كملتش حاجة وعملت اكتر من 5-6 اقراص. يعني بتطبقي بقى، بتجيبي اول طرف كده من العجينة وتطبقيه وتحطي عليه مادة دهنية بس قليلة خالص بقى، وتروحي جايبة الطبقة التانية عليها وتجوبي بقى الاطراف وبس تحطي حبة صغيرين جدا كده علشان الاطراف بتكون تقيلة معاكي شوية. تحاولي ان انت تفرديها كده وتقفلي بقى، وانت بتقفلي تضيفي بقى السمنة اللي في ايدك بالتقفيل، ما تضيفيش حاجة تاني علشان ما يفضلش يدلق منك السمنة اللي اتعبت جواه او الزبدة. خلاص بقى هنحطها في صينية ونريحها من غير ما تدهنيها ولا حاجة، هو هينزل حبة من الزبدة اللي انتي مطبقاه عليها من بره، وهو ده بالشكل ده بيكون كده ان هو اكتفى بالسمنة بتاعته مظبوط. دي المرة التالتة او القرص التالت معاك اهو، بتفرديه بايدك. بفرده بقى باخده على ايديا، يعني بتطبطبي الاول توسع معاكي شوية العجينة، بتاخديها على ايدك بالشكل ده وبروح فرداها على الطبلية على طول. بس كده يعتبر خلص معاكي. بتطبقي ادهن الاول، لو عندك فرشة تمام، مش عندك فرشة عايزة اقولك بايدك هتنجزي بسرعة جدا. هتدهني بقى بالمادة الدهنية اللي انت مجهزاها، وانا قلت لكم ان انا مجهزة النهاردة زبدة وعليها زيت. عايزة اقول لكم انا بعمله باي سمنة عادي وبضيف عليها حبة زيت. الزيت ليه اساسي معايا، بس طبعا لازم يكون زيت نظيف، يعني ما يكونش زيت كده بتاع تومين مثلا ويكون ليه ريحة مطول، هيطلع معاكي تقيل كده ورخم ومش حلو. عايزة اقولك الزيت بيورقه ويخليه خفيف تمام، بس لو كترت منه هيطلع معاكي متكسر حتى لو حاطه سمنة بلدي. تمام يا ست الكل. خلاص كده طبقت اول جنب منه. هندهن بقى مادة دهنية بسيطة زي ما انتوا شايفين اهو، واجيب الجنب التاني عليها وندهن برضو حاجة بسيطة، واجيب الاطراف وادهن عليه حاجة بسيطة جدا علشان بس ما يكونش فيه حتت تقيلة معايا، وده اخر طرف برضو. وبعد كده هندهن بقى التقفيلة بتمسحي ايدك كده بس الدهون اللي هي متبقية في ايدك وخلاص كده القرص تمام، مش محتاج اي حاجة. بتقفلي تقفيلة كويس وبتقلبيه على وشه بقى في صينية. تمام يا ست الكل، بتسيبيه بقى يرتاح. تقدري بقى ان انت تسويه، انا سويت على ورق، هبقى اعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله بالورق ازاي بتفرديه في الفرن على الورق. خلاص بقى بعد ما افردت الكمية كلها في الصواني بالشكل ده او على ورق، بتدخليه الفرن على نار عالية شوية وبعد كده بتهدي النار يستوي وبيطلع معاكي القمر الجميل.